الناس اللي ملهاش حظ في الكيك ودايما بتفشل معاهم، جربوا الطريقة بتاعتي دي، سهلة وسريعة ومتاخدش وقت. تجهيزها كله بياخد حوالي 10 دقايق. يمكن بقالي فترة ما بنزلش حاجة على الصفحة بتاعتي، مش عارفة يعني، نفسي ما مقفولة قوي من التصوير او اني انزل اي وصفات. ادعولي كده ان انا استعيد نشاطي تاني. ده كيك فانيليا عادي جدا ومكوناته بسيطة وموجودة في كل بيت. وزي ما ظهر في الفيديو كده قد ايه هو هش واسفنجي، غير ان هو طعمه جميل جدا وخفيف، ممكن نديه للولاد في المدرسه. هقول لكم سريعا كده وعشان ما اطولش عليكم. انا اشتغلت بالخلاط، ضفت فيه 3 بيضات حجمهم كبير، ولو الحجم البيض اللي عندنا صغير ممكن نضيف 4 بيضات. وضفت عليهم الفانيليا وضربتهم كويس لوحدهم الاول. بعد كده حطيت عليهم كوبايه ونص من السكر، والسكر بتاعها كده مظبوط جدا. اللي حابب يزود سكر تاني ممكن يحط ربع كوبايه. الناس اللي هي بتحب السكر زياده شويه، بس هي كوبايه ونص حلوين جدا. خلطتهم مع بعض شويه حوالي 3 دقايق. بعد كده ضفت كوبايه الا ربع من الزيت، والزيت بنزله خيط رفيع من فتحة الغطاء اللي موجودة في الخلاط، وبسيبهم يختلطوا مع بعض شوية حوالي دقيقتين. بعد كده بضيف كوباية من الحليب ومعلقة خل. بعد ما يتخلطوا كويس بكون نخلة عندي 3 كوبايات من الدقيق وعليهم باكو كيك شيف، وبنزل بالخليط على الدقيق وبقلبه كويس قوي. انا استخدمت المعلقه الخشب بصراحه، ودي النتيجه حلوه جدا. اهم حاجه واحنا بنقلب كويس نراعي ان ما يبقاش فيه اي بقايا دقيق موجوده في البوله من تحت، او يكون فيه دقيق متكتل. بعد كده بصب الكيك في الصينيه، والصينيه لازم تكون الومنيوم وتكون مدهونه سمنه او زيت. والتسوية في ألومنيوم بتكون من أهم أسباب نجاح الكيك أو أي مخبوزات. أحسن نتيجة وأنجح نتيجة إن احنا نخبز المخبوزات بتاعتنا كلها في ألومنيوم. وزي ما انتم شايفين كده أخدت معايا حوالي 35 دقيقة على حرارة متوسطة، وكانت النتيجة كيك هش ولذيذ وخفيف. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. واللي عجب الفيديو ما ينساش يعمل لايك وشير. واللي أول مرة يشوفني أنا شيري إمام. دمتم بصحة وهنا.